السلام عليكم. تعالوا نتناقش مع بعض كده في احد الاسئله اللي انتوا بعتوها مؤخرا، والسؤال كالتالي بشكل مختصر. يعني السؤال بيقول: هو ايه المشكله في ان انا اقعد في الكومفورت زون وانا معقول هفضل طول عمري عمال ازق في نفسي وعمال اتعلم حاجات والقصص دي كلها؟ وده لان انتوا قلتوا قبل كده في البودكاست بتاع الغربه والسفر للخارج ان عشان تتفوق في المجال بتاع البرمجه بالتحديد محتاج دايما تبقى بره الكومفورت زون. فايه العيب في ان انا ابقى جوه الكومفورت زون وان انا اوصل لمرحله معينه واحافظ عليه؟ سؤال جميل، وتعالى دلوقتي نحاول نوصل لحل ليه. وانا هنا مجهز 5 نقط هنتكلم فيهم مع بعض بحيث اننا نقدر نوصل لاجابه وافيه ان شاء الله وتظبط الدماغ. خلينا نبدا. اول حاجه، في كيرف مشهور جدا بتاع ذا دانين كروجر افكت، وده زي ما انت شايف قدامك كده بتلاقي عندك هنا الثقه بتاعتك بتعلى قوي 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 اول ما بتتعلم حاجه جديده. ساعتها بتحس ان انت قفلت المجال ده بعد كورس معين او مسار كامل او حتى دبلومه، وبتحس انك جامد جدا في المجال ده وخلاص مفيش حاجه تانية هتتعلمها. واحيانا كمان بتبدا تحس انه طب يلا بقى اشوف مجال تاني اتعلمه. لو انا مثلا في فرونت اند، طب ما ابص كده على الباك اند او ابص على الفول ستاك او الديف اوبس، او حتى ما ابصش على حاجه اقعد خلاص بقى انتخ وانا كده زي الفل وقفلت اللعب. بس زي ما انت شايف في الجراف كده بتلاقي بعد كده الجراف بينزل معاك. الكلام ده بيبدا يحصل كل ما بتتعمق في الشغل اكتر وبتحتك اكتر بوظائف مختلفه وتاسكات مختلفه، فتكتشف ان الموضوع اكبر مما كنت تتخيل. وخليه برضو هنا او بص على الجراف، او بتلاقي there is more to this than I thought. بتبدأ تقول لنفسك لا ده أكيد في أكتر من اللي أنا كنت متخيله. أنا فكري كان قاصر جدا وكنت فاكر نفسي إن أنا عارف كل حاجة، لا الموضوع طلع أكبر من كده. وبتلاقي بعد كده الكيرف يكمل معاك نزول ويوصل لمرحلة إنك مش بس بقيت شايف إن أنت كان فكرك قاصر، لا ده أنت بدأت تحس إنه لا ده الموضوع ده طلع أكبر مني بكتير، أكبر من إن أنا أعرف ألمه كله، وطلع الموضوع صعب جدا. فتبدأ الثقة بتاعتك تقل وتقل كمان. بعد كده بتلاقي بقى إيه، بتبدأ بقى يحصل طلوع من تاني، بس طلوع على الهادي بشكل معتدل. فتبدأ ساعتها تكتسب ثقتك في نفسك من تاني. هتلاقي مكتوب it's starting to make sense. ساعتها بتبدأ الصورة تبان قدامك وتبدأ تحس انه ايه، كده الدنيا بدأت تبان. انا مش لازم ابقى ملم بكل شيء ولا ملم بكل حاجة، بس انا عارف الحاجة اللي انا محتاجها هوصل لها ازاي، عارف مدخل كل شيء، عندي صورة كاملة او اوفر فيو للمجال بتاعي، وهكذا. وفي اخر نقطة اللي هي trust me it's complicated. خلاص انت بقيت عارف ان الموضوع معقد، الموضوع مش هتعرف تلمه بكل ابعاده، ولكن انت متعايش مع ده وعارف توصل للمعلومه اللي انت محتاجها، عارف ازاي تهندل امورك، ازاي تعمل التاسكات بتاعتك، تخلص شغلك والقصص دي كلها بدون ما تقول على نفسك ده انا اجمد واحد في الدنيا، انا مقفل كل حاجه. خلاص بقى عندك تصالح مع الموضوع ده، وفاهم انه مش مطلوب منك تبقى التنين، لا مطلوب منك انك تبقى دايما محافظ على ليفل معين من الاحترافيه. تمام. فده اول هام، ان احساسك انك مقفل اللعبه او مخلص كل حاجه في المجال بتاعك، ده في الغالب بيبقى احساس زائف، ودايما في حاجات جديده تتعلمها. النقطه التانية بقى اللي عايز اكلمك فيها قصه طريفه بخصوص الامام احمد بن حنبل. كان احد الناس بيساله، يعني احد اصدقائه بيقول له: يا امام، يعني فيما معناه انت هتفضل تتعلم لحد امتى؟ انت بقيت دلوقتي عالم مشهور ومعروف وهكذا. فرد عليه رد حلو جدا، قال له: مع المحبره الى المقبره. وده بيعكس لك اهميه طلب العلم، ان كان علم شرعي او علم دنيوي يعينك على دنياك. فعشان كده طلب العلم مهم جدا جدا. ودي كده كانت تاني نقطه، وهتلاحظ ان النقط كلها بتسلم بعض وبيخدموا بعضهم. النقطه الثالثه بخصوص بقى انه الوقت الحالي اللي احنا فيه، الرأسمالية اللي احنا فيها طاحنة ما بترحمش حد. بمعنى ان النهارده بقى مطلوب منك تبقى متعدد المهارات، ما بقاش مقبول انك تبقى عارف مهارة واحدة بس. الكلام ده كان ممكن يبقى نافع من زمان او بيمشي زمان، ايام ما كان المحاسب بيخش يشتغل في السلك الوظيفي بتاعه او ياخد السلم بتاعه من اوله لاخره، او اللي بيشتغل في المحاماة او اللي بيشتغل دكتور او اللي مهندس وهكذا. كل واحد بيروح يخش في نفس السيركل او نفس الدايرة اللي احنا متعودين عليها، وياخد دوره وبيمشي في الباث او في المسار اللي مرسوم ليه وخلصت. دلوقتي الوضع مختلف. دلوقتي لو انت مش متعدد المهارات ومتفوق في مجال وعارف حاجة عن كل حاجة في بقية المجالات، ساعتها يبقى انت كده خلاص هيتداس عليك. وده احنا بقينا شايفينه النهاردة بشكل واضح. ناس كتير بتسيب اشغالها يوم عن التاني، ناس كتير للأسف بتقعد بالشهر والاتنين والشهور بعد ما قعدوا فترات طويلة في شركاتهم. النهاردة بقى خلاص مفيش شغل، لأن السوق من حواليهم بيتطور بسرعة جدا. ولو ضفت كمان عليهم التطور اللي حاصل ان كان ذكاء اصطناعي او غيره من الحاجات دي، وموضوع الاستبدال اللي بدأ يحصل بسرعة بالذات للشغلانات الروتينية، فمع كل اللي بيحصل حواليك ده انت محتاج تبقى دايما مطلع على اللي بيحصل ده اولا، وثانيا تبقى بتاخد اكشن، تبقى كمان مش بس مطلع، تبقى عارف ازاي انت تستفيد منه وازاي تحافظ على نفسك
وتأمن نفسك من ان انت تتأذي من القصة دي. واخر نقطة معانا هنا وهي ان طبيعة شغلك اصلا بقى مختلفة عن اي شغل تاني. يعني انت اصلا كمبرمج انت مختلف عن بقية المجالات، لان مجال البرمجة بيتطور بشكل رهيب. كل يوم والتاني في ادوات، في مكتبات، في فريم وركس، وكل ده احنا بعيد عن الاي اي، كل ده بعيد عن الذكاء الاصطناعي. احنا بنتكلم في المجال عادي لوحده كده. ضيف عليه بقى التطور بتاع الذكاء الاصطناعي والادوات اللي بقت موجوده دلوقتي. فالخلاصه واللي عايزين نقوله هنا انك ممكن تقعد في الكومفورت زون. ممكن تقول انا هوصل لمكانه معينه، لما اوصل للشركه الفلانيه دي هقعد فيها وابقى تمام وزي الفل وخلاص، امشي بقى بريتم هادي وبسيط من غير ما اوجع دماغي، ما فيهوش اي مشكله. بس في المقابل ما تجيش بعد كده تقول انا طموح، انا عايز اعلم السالري بتاعي او اوصل لليفل معين في الشغل بتاعي او القصص دي كلها. ده لا يتناسب مع ده. عايز تقعد في الكومفورت زون وعايز ما تتحركش كتير وخلاص بقى استراحة محارب، انا مش عايز فرق كتير واتعب نفسي. في المقابل ما تجيش بعد كده تقول انا بأطمح لمميزات كتيرة، ان كان سالري ان كان بوزيشن او الحاجات دي كلها. في الغالب هتفضل قاعد في شركتك مبسوطة بيك وانت مبسوط بيها، انتوا الاتنين بتعملوا اللي مطلوب منكم وخلاص، وين وين سيتويشن. ولكن هيجي وقت للأسف وهتلاقي شركتك دي هتبدأ المتطلبات بتاعتها تتغير. وارد ان هم يقولوا طب احنا عايزين بقى نطور من السيستم بتاعنا، عايزين نستخدم التكنولوجيز الجديدة، الكلام ده كله. فلو انت مش متابع الجديد، ولو انت قاعد جوه ومفنيخ وما بتطلعش خالص من الكومفورت زون بتاعتك ولا متابع ايه اللي بيحصل، ساعتها هتحصل لك الازمه الكبيره. ساعتها هتفاجئ لما تيجي تطلع بره، تفاجئ ان في كم كبير من التكنولوجيز نزل. انت ما تعرفش هو نزل ليه، ما تعرفش ايه المشاكل اللي هو كان بيحلها، ما تعرفش هو بي يعني ليه ده بقى موجود في الساحه. فاهم قصدي؟ طب ايه المهم منهم، ايه اللي اتعلمه، طب ايه اللي ما اتعلموش. كل الحاجات دي هتلاقيها فاتتك وبقى في سنين خبرة فايتاك، وانت هتلاقي نفسك بقيت في المكان اللي انت فيه عمال ايه سنة ورا تانية متكررة. عندك مثلا سنتين او ثلاثة خبرة حقيقيين، وبقيت السنين بتاعتك خبرة متكررة وخلاص. وده انا شفته بعيني مع ناس للأسف كانوا في اماكنهم وقاعدين في شركات باسماء كبيرة ومبسوطين بالوضع، ولما جم قرروا ان هم يسيبوا الشركة ويروحوا لشركة تانية عشان ياخدوا السالري اعلى، اتفاجئوا ان في حاجات كتير طلعت هم ما يعرفوهاش. حاجات ممكن تبان ليك حاجات عبيطه وبسيطه زي الفليكس بوكس والسي اس اس جريد، وحاجات كانت موجوده في السي اس اس وقتها ما كانوش اصلا يعرفوا ان الحاجات دي موجوده. فهمتني؟ فهو ده الوضع اللي موجود للاسف دلوقتي، وهو ده الوضع اللي بيجبرنا كلنا انه لازم تبقى مرن، وتبقى عندك تقدر تأدبت التغير اللي بيحصل وتتكيف مع التطور اللي حاصل من حواليك، وتطلب العون من الله وان هو يعينك على طلب العلم ده. وتنوي حتى يبقى في نية كده اللي هو يا رب انا بنوي طلب العلم، ويبقى حتى بنية خير ان انا بطلب العلم ده عشان ابقى انسان مسلم عنده بيحاول يجمع ما بين العلم الديني والعلم الدنيوي. لان انت كمسلم لازم تبقى مميز، مش ان انت تبقى بايظ او ان انت تبقى على قدك، ولا لو انا عايز اجيب السالري بتاعي وخلاص. لا، انت لازم تبقى مميز في المجال بتاعك. ويا سيدي لو انت حسيت ان انت المجال بتاعك انت مش حابه ومش قادر تفتح ارتكلز وتقعد تقرا مقالات وتشوف حاجات وبتاع ومقفول منه، حاول تغير المجال ده. يعني انا واحد من الناس اللي بدأ في الاول كباك اند ديفلوبر، وقعدت فيها شويه لقيت نفسي مش حاببها، ولقيت نفسي مش قادر اطور من نفسي فيها، ومش حابب اقرا مقالات واشوف بيقولوا ايه هنا وبيقولوا ايه هناك وبتاع. وفوجئت انه ساعتها الفرونت اند ديفلوبمنت هو اللي بدأ يشدني، وهو اللي بدأ يخش دماغي. ولقيت نفسي بقيت حابب ان انا اقرا مقالات واعرف ازاي اعمل انيميشن وازاي اعمل كذا وكذا، وطول الوقت ابقى عايز ابهر الناس اللي حواليا بالشغل الحلو بتاعي والانيميشن والكلام ده. قلت بس هو ده المجال اللي انا عايزه، مجال يخليني دايما عندي شغف كده، وعندي ان انا ابقى عايز ان انا ادور واتوسع واطور من الخدمات بتاعتي. واخيرا عامل نفسك كبزنس. انت مش موظف عايز اخش في كونفورت زون واقعد. عامل نفسك كبزنس بيقدم خدمات. اي صاحب بزنس بيبقى دايما عايز يطور من خدماته، عايز يبقى ضامن ان الخدمات بتاعته اب تو ديت، بتتبع اخر بروتوكولات موجوده وبيستخدم اخر تولز والكلام ده كله. فانت نفس الكلام، انت النهارده كديفلوبر او مهما كان الوظيفه بتاعتك، انت صاحب بيزنس بتقدم خدمات، سواء كنت فرونت اند او باك اند. فانت بتقدم خدمات ان انت بتعمل الموقع وبتصممه وبتظبطه وبتعمل الداتابيز بتاعته والقصص دي. فما تربطش نفسك بالشركه،
وان انت بقى لا خلاص احنا قاعدين مع بعض بالسنين والقصص دي كلها، الكلام ده كان زمان. النهارده من يوم وليله ممكن الشركه تقول لك مع السلامه، اتكل على الله، من غير ما تظهر اي دموع عليك، خلاص خلصت. فلازم تبقى مهيئ نفسك انه تمام، ما عنديش اي مشكله يا رجاله، السلام عليكم، وفي خلال اسبوع او اتنين تكون جايب شغل في شركه تانية. لان انت طول الوقت بتعامل نفسك كسيرفيس وشخص بيقدم، او كبزنس يعني، وشخص بزنس بيقدم سيرفيسز وخدمات، ودايما محافظ على الخدمات بتاعتك، فضامن انك دايما مطلوب في السوق. فلو الشركه دي عملت معاك دقة نقص او حاجة مش كويسة، خلاص انت قادر انك تخرج وتروح، وبدل الشركة 2 و3 و10. فاتمنى اكون ان انا قدرت اجاوبك على السؤال بتاعك، واقنعك باهمية انك تبقى بره الكومفورت زون اغلب الوقت. ما بقولش كل الوقت، في اوقات كده تبقى عايز تريح وتخلي دماغك كده ايه، ما تفكرش ولا تعمل، وتمشي شويه كده ايه باللي انت عارفه والقصص دي كلها، وتقرا من بعيد لبعيد، مفيش اي مشكله. ولكن دي ممكن تبقى فترات بسيطه ما بين كل فتره والتانيه. وصلت كده؟ وشكرا على السؤال الجميل ده، اشوفكم في سؤال تاني ان شاء الله. السلام عليكم.